حلا كاسات الجيلي بطريقة كتير مبسطة وسريعة، وإن شاء الله رح تنال إعجابكم. في البداية حضرت باكيت بسكوت مكسر، ورح أضع ملعقتين كبار في كاسات التقديم، ورح أسقيها بملعقة كبيرة من الحليب. وحتى نعمل الطبقة الثانية رح أحتاج كاستين من حليب السائل، ورح أضيف نصف كوب من السكر، ورح أضيف عليهم 5 ملاعق كبار من الكاسترد، ورح أحرك المكونات على البارد. وهون رح أضعهم على نار هادية حتى الغليان. طبعا أهم إشي نستمر بالتحريك مشان ما يحترق معي الحليب. وعند الغليان رح أسكبهم فوق الطبقة البسكوت، ورح أضع طبقة من الموز المقطع، وحتى نعمل الطبقة الأخيرة رح أحتاج كوب من المي الساخنة، ورح أضع عليها باكيت جيلي، ورح أحرك الجيلي حتى الذوبان. ورح أسكب الجيلي فوق طبقة الموز وأتركهم حتى يبردوا. ورح أضع أكواب الحلا بالثلاجة لمدة 2 ساعات. طريقة كتير سهلة وكتير سريعة، بتمنى إنكم تجربوها، وألف صحة وهنا.